عسلامة ومرحبا بكم في قناتي. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. مرحبا بالناس الكل الجدد والقدم. اليوم حبيت نودكم برسات البرودو بالخضرة وبالدجاج عملته المرة هذه. تنجموا تحطوه هكا تقدموه كما نحبوا أنا هكا بالمرق والخضرة صحيحة فيه، وإلا كما تنجموا تقدموه مرحي يعني تحطوه في الميكسور وإلا بالبراميكسور وترحيوه كيما هكا وتخليوه اللحم على روحه وحده. دونك اول حاجه خذيت الدجاج سمطته باش يتنحى هكا الزفاره بتاعه، وحطيت في طنجره الحمص والجلبانه مكنجلين هذوما ومعاهم الكرافس زاده مكنجل. دونك عندي قرع اخضر وعندي باذنجان وعندي فلفل الوان حصيله اخضر واصفر واحمر ورونجي الفلفل اللي عندكم حصيله حطوا طماطم قصيته زاده طروف. عندي سفناريا زاده كيف قصيتها مكعبات صغار، وعندي بصل بالطبيعة. هذوما الخضرة اللي عندي. تنجموا تستعملوا براسية، تنجموا تستعملوا الكراث، حصيلوا أنواع الخضرة اللي عندكم الكل تنجموا تحطوها. كيما زيادة تنجموا تحطوا بروكلو، تنجموا تحطوا كل شيء. باش نحط بالطبيعة زيت، حطيت شوية زيت مش برشا، وباش نمرق بالماء السخون باش فيسع يحضر معايا. دونك حطيت ماء سخون وباش نحطهم هذوما الكل يطيبوا على الغاز معناها لو طون اللي نحضر لوفيحات عندي ملح وعندي ثوم، فلفل مهروش، فلفل أكحل وكركم وشوية طماطم معجونة. هذوما هما اللفيحات اللي عندي الكل. تنجموا تحطوا شوية فلفل أحمر، اللي تحبوا حطوا يعني. فما اللي يستغنى عليه طماطم معجونة. الحقيقة أنا نحط شوية مش برشا، نحسه هكا يبنن ويحطوا يعطيه معناها كيس صوص معناها فهمتوا. دونك باش نحط الدجاج، تنجموا تستعملوا لحم معلوش، تنجموا تستعملوا بقري، تنجموا تستعملوا اللي تحبوا. الحقيقة أنا ساعات نعملوا حتى كركس بتاع الدجاج نحط راهو يفوح معناها. والبرود وكل ما تعطيه كل ما يزيد يبنن أكثر. دونك خليته باش يغلي ويطيب على روحه. وكل مرة هكا ندور نشوف مازال فيه مرق وإلا لا، ونشوف الحمص طاب ولا لا. حصيلو كيف خليته مازال ممروق، خليته يزيد يطيب ورجعت غطيت عليه وخليته على الغاز. دونك قطعت المعدنوس وقت اللي سايق قريب يطيب قريب يحضر، قطعت المعدنوس وحطيته زاده. المعدنوس اكيد يبنن ويفوح، وزاده كله فيتامينات. دونك نحسوا البرود وقنبله بتاع فيتامينات الحقيقه. هذاك هو حتى ياخو غلوه هكا ويطيب المعدنوس معايا ونطفي عليه الغاز. رحيته دونك رحيت هكا بارتي منه والبارتي الاخر خليته كيف ما هو. وهذا فيديونا لليوم، وصفتنا اليوم. نتقابل ان شاء الله مره اخرى.